خلطة المحشي هنعملها دلوقتي. هنجيب بصلتين كبار نقطعهم صغير على 4 معالق زيت ونقلي عليهم كويس قوي. هنزل بالطماطم، كيلو طماطم مضروب عادي، هحط عليه هما 3 توابل، ملح وفلفل وبهارات، بهارات عادية. انا هجيب الخضرة بتاعتي، بحب اقطعها بالمقص بتبقى صغيرة وحلوة، هي حزمة من كل نوع، شبت وبقدونس وكزبرة مغسولين كويس قوي، واحطهم في الاخر بعد ما الصلصه تتسبك. زي ما انتم شايفين كده بقلب الصلصه في اخر وقت. بعد كده بنزل بمكعب خضروات، سهل قوي بس بيدي طعم ومزازه وبيخلي الخلطه مميزه، ده اللي بيفرق اي خلطه عن التانية. بعد كده بجيب كيلو رز واخد الخلطه الكميه اللي انا عايزاها عشان تبقى غامقه. المره دي احنا هنحشي ممبار. الممبار دوت انا هوريكم ازاي نحشيه. زي ما انتم شايفين بنفتحه واحده واحده. الممبار ده كان واسع شويه عشان يوريكي ازاي تعرفي تدخلي صوابعك وايديكي تحشيه بسرعه من غير قمع من غير اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده بايدينا نتعلم. الخلطه زي ما انت شايفه تفضلي تحطي فيها. وبعد كده اهوت انا خلطه الممبار دي مش هسلقها، انا هسويها بميه صغيره في الفرن، وهتشوفوا دلوقتي. انا بعد ما بخلص بسيب حته من فوق عشان الميه السخنه لما تيجي بتخلي الممبار بيكش. ببتدي افرده في الصينيه. انا كده هسويه في الفرن خالص بحبه ميه صغيره، افضل ارصه كل ما اخلص واحده واحط واحده ممباره تانية لغايه ما اكمل الصينيه كلها. زي ما انتم شايفين في الفيديو انا عامله لكم واحده واحده. هعمل صينيتين، هما المقدار عندي خد صينيتين. صينيه انا هسويها من فوق والصينيه التانية في الفرن، بحطهم جنب بعض زي ما انتم شايفين كده. بحط حيقهم عشان انا هغطيهم بفويل وهقفل عليهم. معلقه ملح في كل صينيه، معلقه فلفل اسود زي ما انتم شايفين. الملح بوزعه والفلفل الاسود كمان برضو بوزعه. بجيب ميه مغليه حبه صغيرين، هملى تلت الصينيه زي ما انتم شايفين ميه البخار بتاعها، واحرك الصينيه كويس عشان التوابل تشرب في كل الممبار. وابتدي اقفلهم بالفويل. واحده صينيه هسويها من فوق على نار هاديه، مش هفتحها بعيدا عن غلبة الحلة ومية ويتهدر منك كتير، بس بعلي النار تاخد غلوتين واوطي خالص عليه. والتانية حطيتها في الفرن نص ساعة. بصوا اللي استوت على النار من فوق من غير مجهود ولا تعب، وادي التانية اللي طلعت من الفرن. الاتنين زي بعض. باخد الكمية اللي انا عايزاها وزي ما انتوا شايفين هبتدي احمرها في زيت غزير. التركة الجديدة اللي احنا هنحطها هنا في الفيديو، طب انا دلوقتي محتاجاها في رمضان، مش هعمل كل الدربكة دي، لا، باخد اللي انا عايزاه اسويه زي ما انتم شايفين والباقي بفرزه. ما تخافيش فرزيه لان الممبار مستوي 3/4 سوا. زي ما انتم شايفين انا فرزته قدامكم عشان تشوفوا. ادي المتفرز قدامكم، بفكه صوت التلج واضح زي ما انتم شايفين كده. بفضيه قدامكم في الطبق ده لما تحتاجيه في العوزه. جيتي في رمضان مش عارفه تعملي ايه، طلعيه من الفريزر كده. شايفين شكله، شايفين التلج اللي عليه. اجيب زيت غزير ويكون سخن جدا وارصهم، وبعد ما ارصهم كده ابتدي احمرهم زي ما انتي متعوده تحمري الممبار العادي. صدقوني ما بتفرقش. اهو طلعته في ساعتها وقطعته قدامكم سخن. الرز مفلفل، ما تخافوش يا جماعه. طول ما انتي عاملاه وشايلاه 3/4 سوا مش مهري، شايفين شكله وجماله، ما يفرقش عن ان انتي لسه عاملاه دلوقتي. بس طبعا بيوفر مجهود ووقت. سهل قوي على سفرتك قبل المدفع بنص ساعه طلعي واقلي الممبار، هيبقى سخن وطعمه لذيذ ووفر لك الوقت. ده كمان ممكن تخزنيه في الوقت بتاعك طول ما انت جايه عندك جاهز. يا ريت يعجبكم، تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس. جديد مني. سلام.